سلام بنات، مع حلقة زوينة بزاف من مسلسل هذيك حياتي وحلقات كشف السر منار. بداية الحلقة مع أنيس اللي غيمشي للضيعة ديال السي يوسف، وغادي يجي عنده هاد الآغا غيقول لي جيت بغيت ناخد تصاور وشي وراق من هنا. غيقول لي راه جدته الحفيدة ديال السي يوسف. قال لي ما يمكنش، الحفيدة راها في اسطنبول. قال لي لا، راه جات وغتبان هنايا السلطانة وميسون راكبين فواحد الشاحنه. غتقول لها يا ربي ما يكونش اتيش وصل للمزرعه ولقى الوراق ديالنا. غتقول لها كوني متاكده ربي غادي يعاوننا، غير ارتاحي هنا. اتيش غيدخل الصاله وغيلقى واحد الصوره محيده. قالت ليه هاد الصوره ديال من؟ قال لي شحال ما دخلت للدار ما عقلتش ديال من. وغادي يقول ليه تعالى باش تشرب معنا اتاي. قال ضروري. ميسون جات وحيدات الادله. هنا غادي توصل ميسون وغيبداو يقلبوا في ديك الغابه تماك على المكان ديال الحقيبه ديال ميسون اللي فيها الادله ان منار هي الحفيده ديال يوسف. هنا غادي تسمعهم الزوجه تاع هذاك الشخص وغتقول لي واش كتقلب على هاد الحقيبه. قال لها هذه هي الحقيبه اللي بغيت. غادي تقول لي راه لقاوها واحد المزارعون وجابوها ليا. هنا ميسون غادا هي وسلطان وغتفاجئ بان انيس غادي يحل الحقيبه ديالو وغيشوف الصوره ديال منار ملي كانت صغيره. غتغوت عليه ميسون وغادي يجيو يجري وغادي يقول لها ميسون اشنو كديري هنا تيا والعمه سلطان؟ غادي تقول ليه جيت هنايا باش نتسامح مع الجد ديالي. غادي يقول لها علاش ما قلتيهاش للسيد امير وماماك؟ علاش ما قلتيهاش لي؟ قالت لي ما بغيتش نبرزطهم معايا وانا جيت هنا باش ناخذ شي اغراض ونتسامح معاهم. وشدوني العائله ديال ماما وخادوني بزز، كانوا خاطفيني انا وسلطان. عطاوني نسيني الوراق بانني ما عندي حتى ورث من السيد يوسف. غادي تقول لي داونا وكانوا سادين علينا. قال ليها واش السيد صادق؟ قالت لهم صادق هو وولادو شدونا وعطاوها سناس بان ما عندها حتى ورث ابدا وغادي يكون مخلوع. اتيش قال لها خاصنا نعيطوا على الشرطه. قالت لي بلاش. هنا غادي تبان هذه انها الزوجه ديال انيس ومعاه الولد ديالها وعنده علاقه بها. هنا ميسون غادي نمشيو باش يقطعوا باش يمشيو الطريق يرجعوا لاسطنبول. غادي يقول لها علاش جيتي لهنايا وما قلتيها لتا واحد؟ قالت لي جيت باش نشوف الجد ديالي ونتسامح معاه ونشوف فين كانت ساكنه ماما. وغادي يقول لها واش ديتي شي وراق؟ كانت واحد الصوره تماك ديال من وغيبدلوا لي الموضوع، ما غاديش يقولوا لي حتى حاجه. وهنا غادي يشوفها انيس انها مديراها تماك. غادي تقول لها عندك غير يقول هادشي الامير. وهنا فعلا غادي يمشي انيس غيتصل بمحمد امير غيقول ليه راه بغيت نهضر معك في واحد الموضوع على ميسون. غادي نمشيو عند دنيا وجوليا اللي غادي جوليا تكتب كاع الاملاك ديالها غترجعهم لمحمد امير امام صدمه علاء الدين. غيقول لها علاش رجعتي الاملاك؟ غنرجعوا فقراء. قالت له ولدي راه بغيت نقاد علاقتي مع الخال ديالك. قال لها من اليوم انا مابقيتش محسوب من. وغادي تقولي ولدي تهدن هذوك فلوس وغايقول لها من اليوم ما تبقايش تقولي يا ولدي نهائيا. وغيخرج غتبكي جوليا غتقول لها اكيد غادي نخسر ولدي. قالت لها لا، هاد الخطوه اللي درتي راه مزيانه، غير ثقي بيا الامور كلشي غترجع مزيان. هنا غادي مرجعهم اتيش قال لها خاص ضروري ندير شي حاجه قانونيه لهادوك اللي داروا لك بحال هكاك. وغادي يبدا يسول فيهم ثاني على الصوره اللي كانت معلقه. وهنا غادي يكون الخوف غالب عليها. غادي تقولي مشيت تماك وشفت ذكريات ديال الجد ديالي وانا فرحانه. غايقول لها اتيش خاص ضروري نمشيو باش تشوفي منار راه باغا تهضر معاك. وهنايا بالخوف غادي تبدا ترجع ميسون. وفي ديك اللحظه غيطيحوا لها الرسائل تحت الكرسي. غادي توصل ميسون للدار وغادي تقولي علاش جبتينا هنا؟ قال لها كاين واحد الموضوع مهم بغينا نهضروا فيه. غادي تدخل وغادي نعاودوا لها بان الدار اللي كبرات فيها ملي كانت صغيره تحرقات. وغادي تبدا تبكي ميسون. قالت لها الذكريات ديالنا حياتنا ماما واللحظات كلشي مشى منار. غادي تقول لها ذكريات كانوا زوينين بزاف من صغر عشنا تما. قالت لها ما نقدرش بقينا بلا دار كيفاش هادشي وقع. وغتكون منهاره ميسون. غادي تقول لها غير ارتاحي كلشي الامور غيكونوا مزيان. وهنا انيس غيبان عينيه على الصوره. هنا الياس غيقول لها كلشي مشى بنتي. في ديك اللحظه غيجي امير وغتجي حسرات اللي غتبان في هذه الحلقه انها مازال عايشه مامات منار والبنت ديال يوسف. غادي يشوفهم الياس وغادي تقول لها جيتي من القريه؟ غتقول لها راه مشيت ليها. غتقول لها منار علاش مشيتي وما قلتي لنا حتى حاجه؟
واشنو واقع. وهنا اتيش غيبقى يشوف غيقول في خاطرو قولي دابا عاودي لي ما شنو واقع. وغادي يكون خايف بزاف. قالت لي انا مشيت باش نتسامح انا والجد ديالي. غتقول لها انت انسانه انانيه، عارفه ان الجد ديالك ميت شحال هادي. غتقول لها سلطانه صافي بارك على. قالت لها ما تدخليش بيني وبين بنتي، هذه بنتي انا ماشي بنتك انتي. وغادي يتدخل انيس غيقول لها ابناء العم ديالك صادق غادي يهجموا عليها وغيعطيوها تسني وواحد الورقه بانها تخلات على الارث ديالها. غتقول لها كيفاش هادشي كيفاش كيوقع لينا. وغتكون مصدومه منار. غتقول لها علاش مشيتي بوحدك، كان عليك ما تمشيش نهائيا. وغادي تقول لها شفتي هادشي اللي واقع بسببك انتي درتي لنا هاد المشاكل. وغتقولي علاش وقع هادشي كامل، اشنو درنا حتى يوقع لينا هادشي كامل، علاش هما غادي يهجموا عليها. حنا يلا قلنا حياتنا غادي تبدا مزيان وغنتجمعوا كعائله. غتقول لها ماما عافاك. غتقول لها سكتي انتي سبب هاد المشاكل، علاش مشيتي ما فكرتي لا فيا لا في باباك، شوفي حالتنا كي دايره ومشيتي نتيا وما قدرتيش تعلمينا، علاش ما قلتياش لينا يمشي معنا شي واحد. وغتقول لها كنتي عارفه بان الاب ديالي مدفون وكنتي ساكته، كنتي مدرقه على هاد العائله، كنتي حاسه بينا عائلتك. غتقولها لي كتشوفيني انا كنقلب على بابا ومحروقه عليه وانتي عارفه الجريمه اللي وقعت، علاش ما قلتي لي حتى حاجه دابا عاد باش حسيتي بعدا بالضمير مشيتي تسامحي معاه. وهنا غتكون منار كتهدأ فيها. غتقول لها حيت هادو عائلتي، هادو كاملين عائلتي. غادي تقول لمحمد امير انت ماماك مني دارت جريمه مشيتي دافعتي عليها ومشيتي خرجتيها من السجن، علاش؟ حكاش هي ماماك، تا انا هادو عائلتي، تا انا هادو هما اللي رباوني. وغتبدا تضحك. غتقول ليه انت كتقول انك الاب ديالي، لا انت ماشي الاب ديالي، الاب ديالي هو الياس، هو اللي رباني، هو اللي تمحن عليا. فين كنتي انت هاد السنوات كامله؟ لا انت لا هي، هادوك عائلتي. وانا دافعت على نورهان ماما، دافعت عليه حيت كنبغيها بزاف. ملي كنت بكي صغيره هي اللي كانت كتعنقني، فين كنتي نتيا؟ وغتهجم عليهم ميسون. غتقولي بلا ما ديروا دابا دور انكم عائله، حنا ما عمرنا ما كنا عائله، هذاك هو بابا شفتي تماك اللي كان كيبكي معايا انا صغيره، منين نكون مريضه كيكون في جنبي. وهذيك نورهان دافعت عليها وغطيت على الجريمه ديالها حيت هي كانت الام ديالي وكنت حاساها انها ام ديالي. هنا غادي تتم غاده، غادي تشد حسرات. غتقولها وقفي وغتعنقها. غتشوفها انها منهاره. غنمشيو عند اتيش. قال لي يلا للدار معايا. قالت لي راك شفتي ميسون غادي تمشي مع عائلته وبابا الياس غادي يبقى بوحدو، خاصني ضروري نبقى معاه حتى الغدا وغادي نجي نتلاقى معاك. وغيقول لها صافي. غيمشي انيس للدار ديالو وغيجي عنده العامل غيقول لي كنت كنغسل في الطوموبيل ولقيت هادو. وهنا غتكون الصدمه الكبرى. انيس غيكتشف ان منار هي الحفيده ديال سي يوسف، وغيلقى التصاور اللي كان كيصيفط والرسائل كانت كترسلهم ليه نورهان وكتقول ليه كيف وصلات البنت ديالها وشنو المراحل تاع القرايه ديالها. هنا غيبدا يتذكر كلشي. غترجع ليه الذاكره كيفاش قاموا بتزوير اختبار الابوه وكيفاش قولبوه. هنا غيجي عند خوه نبيل غادي يعاود ليه كلشي. غيقول ليه شوف هاد الرسائل منار هي الحقيقيه، غياخذ المشطه ديال منار والشيته ديال السنان ديال محمد امير. غنمشيو عند العائله في الصباح كيفطروا. غتقول لهم جوليا انا عندي لك واحد المفاجاه، غنبداو صفحه جديده ومن اليوم انا وياك غتكون واحد الهدنه ميسون، غندير لك واحد الحفله كبيره بالترحيب لك للعائله. قالت لها طبعا هنا غادي تحبس الكراهيه ديالنا وما غتبقايش تلوحي ليا الكلمات تاع الافاعي. وغتبدا تضحك جوليا. غنمشيو عند انيس اللي غادي يرجع الرسائل وغيخلي غير الرسائل منهم واش ما تبقى غادي يرجعوا لبلاصتو. وهنا كان متاكد انهم غيجيو يقلبوا عليه. غيجي صالح وغتجي الاخت ديال الياس وغيقلبوا عليهم حيت عيطات ليها ميسون. قالت لها راهم تودروا ليا. غادي يبغي يمشي غيكون معصب بزاف منهم انيس وغيشدوا نبيل. غيقول لي ماشي الوقت باش تفضحهم، خاصنا نجمعوا الادله. هنا منار غتلبس واحد الفستان اللي غيجيها زوين بزاف وغتغير منها. قالت لها شوفي اختي تي زوينه هذا خليه ليا انا غيجيني مع شعري، لبسي انتي هذا اللي لابسه انا. وبطبيعه الحال غتكون هاد منار وغتقول لها نعطي لك هنا جاو وكيحرقوا في الصور وكيحرقوا في الادله اللي غتبين ان ميسون ماشي بنتهم. غيقول الياسا يا بنتي منار ضيعناك كنتي صغيره وضيعناك كنتي كبيره وحيدنا لك حياتك. هنا اتيش خرجوا التحاليل وغيكتشف ان منار هي البنت الحقيقيه. غيجي باش يديهم للحفله وغيقول لهم سمحوا لي
خاصني نهضر مع منار بوحدي وانتم شدوا طاكسي باش تمشيو. غتقول لي منار شنو واقع؟ نقول ليها شنو، واش كاينه شي حاجه؟ غادي يقول لها في الطريق ونقول لك. هنا الاستعدادات ديال دنيا وجوليا قالت كل شيء دايز مزيان والامور غادا مزيان. هنا غيديها الخرابه ديال دارهم بعد ما تحرقات. غتقول ليه منار شنو واقع؟ راك خلعتيني. غيقول لها شوفي، غنقول لك واحد الحقيقه اللي غتكون لك صادمه. راهم قولبوك انتي هي الحفيده ديال السيد يوسف. غتقولي بلا ما تقولي هاد الخزعبلات، انا راني بنت الياس، هاد الهضره ماشي هي. غيقول لها غير ارتاحي غنعطيك الادله. وغيبدا يجبد ليها، غيقول لها قراي هاد الرساله. غتقراها وغتكون مصدومه بزاف. غتقولي لا ما يمكنش، غادي اكيد تخربقوا في الاسماء. شفتي راه كانوا الرسائل الاولين اللي لقينا قال لها داكشي كلشي مزور، هادشي هو الحقيقه اللي لقيت. ومشات ميسون باش تجبدهم من تماك. وغتبدا تقرا وتبدا تعرف شي حوايج نيت كانوا حقيقيين مني كانت صغيره. قالت لي انا كان كيعجبني البالي. وهنا غتشوف الصوره ديالها وغتصدم، غتقول علاش داروا ليا بحال هكا، هادشي ما يمكنش. وبهذا الشيء غتكون نهايه الحلقه.